القضية اللي جبت لكم اليوم صراحة قضية كبيرة فيها بزاف ديال الأحداث، لأنها كانت واحد الجريمة اللي شوية مشبوهة وطلبات من الشرطة بزاف ديال المجهودات وبزاف ديال التحقيقات. اللي بغى يسمع الحكاية يبقى معايا. سلام سلام. القصة ديال اليوم من ضمن القضايا الجنائية اللي وقعت في مدينة الرباط سنة 2017، وكتعود بينا لواحد الأسرة بحال جميع الأسر المغربية. هاد الأسرة متكونة من الأم والأب وعندهم جوج الوليدات، بنية ووليد. الزوجة سميتها نسرين، في عمرها 40 سنة، والمهنة ديالها طبيبة نسائية تتخدم مع الدولة. والزوج ديالها العمر ديالو 46 سنة، الاسم ديالو عزيز، وهو المهنة ديالو محامي. وعلى حساب ما كيعاودوا عليه صحابو يعني وعائلته انه كان راجل متفوق في الخدمه ديالو، اي قضيه شدها الا وتيربحها. وهذه واحد الحاجه اللي كانت تخليه معروف عند الناس وكذلك عند الاصدقاء المقربين في المهنه ديالو. ومن خلال التصرفات ديالو فعلى حسب ما تيعاودوا عليه الناس بانه واحد الراجل اللي هو طيب الله يعمرها دار، متقي الله وتيصلي الصلاه ديالو في الوقت ديالها، وكان مراعي يعني لدارو ولوليداتو. يعني كان داك الزوج المثالي اللي اي واحد يتمناه. نسرين وعزيز البنت الكبيرة ديالهم كان في عمرها 10 سنين، اما خوها الصغير في عمره 5 سنين. يعني بين الولادة الاولى والثانية كان واحد الفرق ديال 5 سنين. ولادهم كانوا تيقراو في احسن المدارس، بحكم ان يعني الاب ديالهم راه كان من الناحية المادية يعني ميسور نوعا ما، وكذلك الام ديالهم. وكانوا ساكنين في واحد من الاحياء الراقيه في مدينه الرباط. كانوا واخدين واحد لابارتمون اللي هي كبيره في واحد الاقامه يعني اللي معروفه تيسكنوا فيها يعني غير الناس اللي لاباس عليهم. يعني هاد الاسره كانوا عايشين واحد العيشه اللي مرتاحه ماديا ومعنويا، وكل واحد كيزاول الروتين ديالو. عزيز تيمشي للمكتب ديالو، وكذلك نسرين تتمشي للمكتب ديالها يعني في السبيطار، وهي اللي كانت مكلفه بوليدات المدرسه يعني هي تجيبهم للمدرسه في العشية. وكالعادة نسرين طرقت وليداتها وجابتهم ودخلت للدار، تدخل في حدود 6:30. وكالعادة كان الزوج ديالها ديما تلقاه في الدار حيت هو تيكون يسبقها مع 6. وجلست مع وليداتها وقالت يعني غيكون غير خارج عنده شي قضية ولا عنده شي غرض مع أصدقاء ديالو. والمهم ما عيطاتش عليه. بقات 7 8 9 حتى 10. هنا بدات نسرين تتشوش واحد شويه، وهي تعيط للزوج ديالها، تتعيط وتعاود تعيط والو ما كاينش اللي جاوبها. التليفون ديالو كان طافي. وهنا نسرين تشطنات بزاف على راجلها وخافت لا تكون وقعت ليه شي حاجه، حيت ما عمره ما دار بحال هكا. وحتى في حالتي الا كانت عنده شي حاجه ضروريه غادي يعلمها، غيخلي لها ميساج ولا غادي يصوني عليها. من شافت القضيه بحال هكا قررت انها تسول كاع الناس اللي تيعرفوا راجلها، من ضمنهم العائله ديالو. سولت والديه، سولت خوتو يعني المقربين ليه، كلشي اللي سولاتو تيقول لها اودي راه مده هادي ما شفناه. صافي نسرين والعائله ديالو بقاو مخلوعين عليه. دازت الهضره بحال هكا ما بيناتهم، قطعت نسرين مع عائله عزيز مباشره مشات كتصوني على الاصدقاء المقربين ديالو، صونات على لا سكرتير ديالو. ايوا كلشي قال لها بانه راه شناه الصباح. وفعلا لا سكرتير قالت لها بانه المكتب جا الصباح والعشيه ما بقاش جا، يعني من ورا 12 ما بقاش جا. يعني في العشيه حتى واحد ما شافو، ما كان لا في المحكمه لا في البيرو ديالو. السيد من الصباح هو كان غابر ليه الاثار. وحتى نسرين راه من الصباح وهي فاش هضرت معاه وما بقاش صونا عليها ولا تواصل معها حتى العشيه فاش جات للدار ما لقاتوش، عاد بدات تصوني ليه. هنا تشوشت عليه نسرين. ايوا قررت انها تمشي لاقرب مركز ديال الشرطه باش تبلغ على الاختفاء ديال الزوج ديالها، حيت هو ما موالفاش ليه انه يغبر ويسد التليفون ديالو وبلا ما يخبر لا عائلته ولا الزوجه ديالو. وهنا نسرين خبرات الشرطه بان راجلها مختفي يعني من البارح الصباح ما تواصلش معها وما جاش للدار وما باتش في الدار. وحتى واحد ما شافو من الاصدقاء ديالو في ديك العشيه، لا في البيرو ديالو ولا في المحكمه. حتى انه بعض الجلسات كانوا عنده ديك العشيه وتاجلوا لعدم الحضور ديالو. هذا الشيء اللي شي حاجه اللي غير اعتياديه بالنسبه لعزيز،
لانه تيموت على خدمته، يستحيل انه تكون عنده شي جلسه وما يحضرش ليها. هنا ملي حطات نسرين الشكايه ديالها، الشرطه اول حاجه غادي يمشيو ليها هو ان السيد محامي، يعني غادي يقولوا مع راسهم يقدر يكون شي حد حالفها عليه، ولا عنده شي حساب مع شي حد اللي يمكن حكم عليه في شي ملف اللي ما عجبوش الحال. وفي نفس الوقت ما بغاوش يتسرعوا في الحكم بخصوص هذه القضيه، قالوا يقدر السيد بغى يمشي لشي بلاصه يرتاح بوحدو، ولا عنده شي غرض بغى يقضيه. قالوا غادي نتسناو هذا النهار ونشوفوا واش غادي يبان. سجلوا الاقوال ديال نسرين وقالوا ليها سيري الا كانت شي حاجه غادي نعلموك، وتانتي الا كان شي مستجد تحاولي تواصلي معنا. ايوا داز داك النهار والاخبار ديال عزيز باقا مقطوعه، ما عندهم عليه حتى شي خبار. الغد ليه الصباح مباشرة البوليس بداو يقوموا بالبعض من الإجراءات ديالهم والتحقيقات على القضية، على أساس يسولوا على عزيز وشكون شافو داك النهار وفين كان آخر مرة. وفي دوك الأثناء ديال التحريات ديالهم غادي تجيهم واحد الإخبارية من عند واحد السيد، وهاد السيد عنده واحد الشقة تيمتلكها وهو مفرشها وتيكريها للناس مرة. وقال لهم بلا راه هاد النهار ملي جيت للشقه ديالي كنكتشف هنا كاين واحد الجريمه اللي بشعه. داكشي اللي خلى البوليس ديك الساعه يستجيبوا لهاد البلاغ وينتقلوا لعين المكان باش يتاكدوا من الصحه ديال الاقوال ديال هاد السيد. فعلا البوليس ملي تلقاو هاد الخبر مباشره غادي ينتقلوا لعين المكان. ملي وصلوا لتما تلقى ليهم مول الشقه وطلعهم مباشره للدار ديالو. المهم غادي يدخلوا للدار وتما غادي يلقاو واحد كارثه بشعه. جوج ديال الضحايا، مرا وراجل. الراجل تقريبا في العمر ديالو ما بين الربعينات والخمسينات، اما السيده اللي لقاوها معاه فهي تقريبا العمر ديالها غيكون في الثلاثينات. لقاوهم بجوج صفاوها ليهم بطريقه اللي هي صعيبه بزاف. جوج كانوا في شي علاقه اللي هي جنسيه، لانهم بجوج كانوا فوق الناموسيه وكانوا عريانين ما لابسين حتى شي حاجه من الحوايج، وكانوا مغطين بواحد ليزار. هنا البوليس تاكدوا بانها جريمه بالفعل، يتصلوا بالشرطه العلميه والتقنيه باش ياخذوا مباشره يعني البصمات واي حاجه انهم يشكوا فيها ويقوموا بالتحقيقات ديالهم. وكذلك عيطوا على حتى الطب الشرعي. الطريقه اللي تلقات بها الجثث ديال هاد الضحايا بجوج كانوا محطوطين فوق الناموسيه كيف ما قلت لكم في الاول، وكذلك كانوا بجوج مطعونين بعدة طعنات في الجسم ديالهم. هذا اللي ارتكب هذه الجريمه صفاها لهم بطريقه وحشيه، يعني كان تيعرفهم وانتقم منهم شر انتقام. البوليس غادي تجيهم احتماليه ان يقدر يكون يعني خيانه زوجيه، مثلا تكون هاد المراه مزوجه بشي راجل وتتخونو وهو اللي صفاها ليها هي والعشيق ديالها، والعكس صحيح. يعني الزوجه هي اللي اكتشفت يعني الخيانه ديال الزوج ديالها. هادو تيبقاو مجرد فرضيات. البيت اللي تلقاو فيه الضحايا كان كله مرون، يعني بحال الوقت اللي دخل عليهم داك الشخص اللي هجم عليه وتيحاولوا انهم يهربوا او انهم يدافعوا على ريوسهم. ولكن دوك جوج الضحايا ما قدروش نهائيا انهم يهربوا، وفي الاخير لقاو المصرع ديالهم وبطريقه اللي هي بشعه. البوليس بداو تيقلبوا في البيت على اساس لربما يلقاو شي دليل او لا شي حاجه تثبت الهويه ديال الضحايا. وهنا ملي بداو تيقلبوا لقاو واحد الخاتم تحت الناموسيه، وهذا الخاتم كان ديال الرجال نقره، وكذلك كانت فيه واحد الحجره من الفوق ومكتوب فيها سميه ديال محمد. خداو هذا الخاتم كدليل باش يرفعوا عليه البصمات ويشوفوا لمن كيعود هذاك الخاتم. المهم ملي بداو تيقلبوا ما لقاو حتى شي وثيقه عند يعني الضحيه اللي هو راجل. بجوج بيهم يعني حتى الملابس ديالهم التليفونات ديالهم ما كاينينش. لقاو واحد الحاجه اللي كانت في الصالون، هي واحد الصاك تيعود للضحيه، فيه لا كارت ناسيونال وفيه يعني شويه ديال الفلوس. هنا تيبان بان المجرمين ما شافوش داك الصاك. ولكن التليفون ديالها ما لقاوش، لا التليفون ديالها لا ديال الراجل اللي معاها ما لقاوش نهائيا. بالنسبه لاكارت اللي لقاو ديال السيده فعلا هي في بدايه الثلاثينات،
من عمرها، وهنا تعرفوا على سميتها وكنيتها وحتى العنوان اللي كانت ساكنه فيه. اما الراجل فما قدروش يتعرفوا على الهويه ديالو، وبالتالي رفعوا البصمات ديال يديه باش يقدروا يتعرفوا عليه. هنا البوليس غادي يتصنتوا او غادي يستمعوا حتى للسيد مول الشقه، غادي يسولوا على المعلومات ديال الضحايا، يعني شكون اللي كرا من عنده، واش الراجل ولا المراه. مول الشقه غادي يقول لهم اودي هاد السيد راه موالف تيكري من عندي، ما عمري شديت من عنده لاكارت، مره يخلصني في يومين، مره 3 ايام، مره اسبوع، وهذا النهار خلصني في يومين. ملي كملات المده تنصوني عليه يعني باش نشد الساروت ديالي، وما كانش يعني ديما يعني ملي تيخرج تيجيب لي الساروت ديالي. تنصوني ملي ما جاوبنيش انا جيت للشقه وتما اكتشفت الجريمه. مول الشقه غادي يقول لهم اودي ما عنديش فوتوكوبي د لاكارت، ولكن راه تنعرف الاسم ديالو وهو التليفون ديالو. وفعلا الشرطه منين دخلوا الرقم ديال التليفون تلقاو ان لاكارت سيم ديالو مسجله بكونطرا. هنا غادي يجبدوا الاسم ديالو والكنيه ديالو والعنوان ديالو، وهنا غادي يبدا راس الخيط. صافي تعرفوا على الهويه ديالو، عرفوه بانه المحامي عزيز اللي الزوجه ديالو قدمت بلاغ البارح على الاختفاء ديالو، بان السيد غابر ما بانش ليه الاثار. المهم هنا بدات كتوضح لهم شويه الامور، جمعوا الادله ديال البصمات، داكشي اللي كاين في ديك الشقه ولا غادي يحتاجوه. من بعد صيفطوا الجثث للتشريح الطبي، وكذلك سدوا هذيك الدار ولات مسرح للجريمه. وهنا تيسالي التحقيق. من بعد هذا الشيء مباشره صوناو على الزوجه ديال عزيز اللي هي نسرين، وقالوا لها ديك الساعه تجي عندهم، يعني تجي عندهم للمركز، راه عندهم شي خبر على راجلها. نسرين ملي تلقات هذا الخبر مشات على وجه السرعه باش تشوف راجلها يعني اش وقع ليه. ملي وصلت نسرين عند البوليس بلغوها بالحادثه اللي لقاو فيها راجلها. هنا نسرين غادا تصدم وما غاداش تقدر نهائيا تيق بان راجلها راه توفى، وداوها يعني المصلحه ديال التشريح باش تعرف على راجلها. وفعلا ملي كتشوفو كتقول لهم بالله بصح هذا راجلي. فنسرين ملي عرفات باللي راجلها تلقى مع واحد المراه اخرى وفي بيت النعاس وفي واحد الوضعيه اللي هي حميميه، ما قدراتش تيق بان راجلها يقدر يدير هذا الشيء، خصوصا ان راجلها معروف بالاخلاق ديالو. المهم البوليس حاولوا انهم يهدنوها باش يطرحوا عليها شي اسئله اللي قدرت يعني تنفعهم في التحقيق ديالهم وفي الملف ديالهم. ملي تهدنات نسرين واحد شويه، اول حاجه سولها البوليسي واش هي عارفه باللي راجلها فايت ليه عنده شي علاقه مع شي وحده، وكذلك واش عنده شي مشاكل مع شي حد، واش لاحظات عليه مؤخرا شي تصرفات غير عاديه. هنا جاوبتهم نسرين بالله هي ما عمرها حصلت راجلها تيخونها ولا تيهضر مع شي وحده، بالعكس كان ديما يعني متقرب ليها ومتقرب لوليداتها، وديما تيبغيها وتيحترمها وتيبغي وليداتو والاسره ديالو، وما تيخلي ما يدير على قبلهم. اما من ناحيه واش عنده شي مشكل ولا اعداء مع شي حد، فمن خلال الخدمه ديالو يقدر شي حد يكون تحلف عليه، ولا مثلا عنده شي حساب معاه من خلال شي قضيه بقاو تيحققوا معاها وياخذوا في الاقوال ديالها. وللاسف ما قدرت تعطيهم حتى شي معلومه مهمه اللي يمكن تفيدهم في هذه القضيه. هنا البوليس غادي يرجعوا للسيده اللي تلقات الهويه ديالها مع عزيز، مباشره غادي يمشيو لذاك العنوان اللي مكتوب في لاكارت ناسيونال ديالها، وباش يتاكدوا منها ومن العنوان ديالها مشاو تيدقوا. خرجت واحد المراه اللي هي كبيره في السن، ومنين سولوها على السيده اللي تلقات قالت لهم بانها الحفيده ديالي وبانها ساكنه معايا، ويعني هي اللي ساكنه غير هي وجدتها في ديك الدار، وراه يومين هادي ولا 3 ايام وهي غبره عليها. منين سولوها البوليس وعلاش ما سولتيش فيها، قالت لهم راه بعض المرات تتغبر نهار يومين 3 ايام وتجي. هاد المره راه ما صونا موالفه تتصوني عليا، ولكن هاد المره ما صوناتش ليا في التليفون، وكنت يلا بغيت نمشي للبوليس انني نبلغ. صافي منين بينوا لها يعني وراوها الصوره ديال البنت، قالت لهم بان هي هذه حفيدتي
وبلغوها بأنها راه توفات، وهنا مسكينة انهارت بالأعصاب، بدات تتبكي لأن الحفيدة ديالها هي الوحيدة اللي بقات عايشة معاها وهي اللي تتصرف عليها. المهم البوليس هنا بقاو كيسولوا هاد السيدة على مجموعة من الأسئلة أو من المعلومات الشخصية ديال ديك الضحية. تيسولوها يعني فين خدامة وفين تتمشي، واش تخدم بالنهار ولا تخدم بالليل. قالت لهم اودي راه كل مره فين تخدم، كل مره واش تقول لي، وهي راه كانت حدوديه يعني ما كنتش نعرف العلاقات ديالها. وقالت لهم مؤخرا راه خطبها واحد السيد اللي هو سميتو محمد، راه جاو يعني جاب العائله ديالو وخطبوها يعني رسميا من الدار. هنا البوليس غطاح عليهم على الخاتم اللي لقاو، لان الخاتم اللي لقاو كانت مكتوبه فيه سميت محمد كما ذكرت لكم. انا غادي يقولوا للجده باش تعطيهم العنوان ديال السيد اللي خطبها، وفعلا غادي تعطيهم العنوان. وهنا البوليس غادي يمشيو مباشره عند داك السيد وطلبوا منه انه يلتحق يعني بمركز الشرطه باش يحققوا معاه. ملي بداو التحقيقات معاه وعاودوا ليه على داك الشيء اللي وقع لخطيبته، فهنا محمد غادي يتصدم. قالوا لي بارك من داك البهلان ديالك، غير اعترف لنا بالجريمه اللي درتي، حيت راه لقينا في مسرح الجريمه واحد الخاتم اللي منقوش عليه اسم محمد. ما يمكنش تكون هذه كاع صدفه. ويلي. والسيد بدا يحلف ويعاود وقال لهم والله ما عندي حتى شي يد في هذه الجريمه، انا فعلا ديك السيده مشيت خطبتها وكنا متواعدين اننا غادي نتزوجوا، وانا راه داك الوقت فاش قلتوا لي وقعت الجريمه رانا كنت في الخدمه. سيروا تاكدوا وسولوا الباترون ديالي، وراه الشركه فين خدام كاين فيها بزاف ديال الناس. هنا البوليس خداو داك الخاتم وركبوه في يد محمد، لكن لحسن الحظ ان ما جاش حتى فشي صبع ديالو، يعني ما جاش قدو. فهنا تاكدوا بان داك الخاتم ماشي ديال محمد، يعني كاين واحد محمد اخر. وهنا في الحقيقه داك الخيط يعني وداك الامل اللي كانوا البوليس حاطينه على اساس انهم لقاو يعني المجرم، هنا تيتلاشى وغادي يبداو الملف او غادي يبداو تحقيق من الاول وجديد. خصوصا يمشيو تاكدوا في الخدمه ديال الخطيب ديال الضحيه ولقاوه فعلا بانه داك النهار كان خدام، وكانوا الشهود اللي هما كتار باترون والخدامه اللي كانوا معاه. البوليس غادي يخرجوا يعني بواحد الفرضيه ان مدام الضحيه اللي هي امراه، يعني كاع لونطوغاج ديالها وعائلتها حتى شي واحد ما كان هو السبب في هذه الجريمه، وان الخطيب اللي كانوا يعني حاطين فيه الامل يكون هو المجرم. تاكدوا بزاف ديال الدلائل والقرائن انه ما كانش في مسرح الجريمه وانه كان في الخدمه. فهنا غادي يركزوا على العائله ديال عزيز او الضحيه عزيز، واول شكوك غادي تمشي هي ناحيه ديال الزوجه ديالو. واخا كانت كتنكر، واخا كانت تدير بحال هكاك، طاح ليهم الشك فيها. يقدر تكون هي اللي دارت هذا الشيء، يقدر تكون هي مولات الفعله، خصوصا انها من اكتشفت ان الزوج ديالها تيخونها. المحققين غادي يركزوا على الزوجه والمحيط ديال الزوجه، وغادي يحاولوا انهم يراقبوا التصرفات ديالها، كيفاش تتصرف من بعد يعني الوفاه ديال الزوج ديالها. في الجنازه ديالو الملاحظه اللي لاحظوا انها السيده يعني ما بينش عليها الحزن، او بالاحرى تتصرف عادي، وانها يعني ما تفرقاتش مع واحد السيد اللي كان ديما حداها، وحتى ملي تيجيوها شي مكالمات ديال التليفون يعني ما تتهضرش حدا الناس، تتمشي انها بوحدها وتتهضر. فهنا جاهم هذا الامر غريب وبغا يعرفوا شكون هو هذاك السيد اللي كانت يعني ما تتفرقش معها وكان هو غير يتابعها بواحد الطريقه اللي هي غريبه. شكوا في هاد الجوج خصوصا النظرات اللي كان بيناتهم. وملي كملت الجنازه قرروا انهم يمشيو يسولوا الزوجه على داك الشخص اللي كان حداها. هنا الزوجه قالت لهم بان هذاك راه الاخ ديالي، وراه طبيعي انه يكون حدايا ويوقف معايا في هذه المحنه، يعني شي حاجه اللي هي طبيعيه. وانتم تشوفوا راه كاع العائله ديالي كانت واقفه معايا، وهذا الاخ ديالي راه قريب ليا يعني في حياتي العاديه، هو الاخ المقرب عندي في حياتي. منين سولوها يعني نهار ديال الجريمه فين كانت، قالت لهم راه النهار كله وانا في السبيطار، وإلا بغيتو تاكدوا يمكن لكم تمشيو وتسولوا الناس اللي خدامين معايا. وفعلا مشاو سولوا، يعني سولوا في المستشفى اللي تخدم فيه نسرين، وهنا كلشي لا الاطباء لا الممرضين لا الناس اللي خدامين معاها اكدوا بان النهار داك النهار كانت النهار كامل يعني في المستشفى، وانها ما خرجتش كاع من المستشفى. ملي كانوا خارجين
تيثير الانتباه ديالهم واحد يعني واحد الفام د ميناج ما يقولوش نسولوها. وفعلا سولوها قالوا لها واش انت يعني الفام د ميناج اللي تمسحي المكتب ديال الطبيبه نسرين؟ قالت لهم ايه. قالوا لها واش داك النهار الدكتوره خرجت ولا لا؟ قالت لهم فعلا راه هي كانت النهار كامل ويني واحد الساعتين راه خرجت، حتى انها قالت لي دخلي للمكتب ويعني ومسحي لي على ما نرجع. فهنا غادي يبانوا خيوط جديده ديال القضيه، وخصوصا من يعرفوا بان الاسم ديال الاخ ديال نسرين هو محمد. صافي الشكوك ديال البوليس زادت وغادي يمشيو يعتقلوا نسرين والاخ ديالها، وغادي ياكدوا لها بانها فعلا كانت في الخدمه، ولكن خرجت واحد الوقيته وقيت 12 الوقيته اللي تمت فيها الجريمه، واللي اكد الطب الشرعي يعني الوفاه ديال الضحايا بجوج. قلت لهم بانني خرجت ساعه ونص كالعاده، يعني مشيت للريستو تغديت ومشيت للبنكه تيريت شي فلوس. ولكن ملي قالوا لها يعني ذكري لنا يعني المطعم اللي مشيتي ليه، هنا نسرين قالت لهم بانني ما عقلتش. اما بالنسبه للبنكه فعلا مشات للبنكه، منين رجعوا يعني الكاميرات لقاوها بانها ملي كانت في البنكه كانت مع الاخ ديالها، وبالتحريات ديالهم لقاوها بانها تيرات 3 ديال المليون وخرجت مع الاخ ديالها وتفرقوا حدا البنكه، يعني عطات وسلمته الفلوس وتفرقوا. صافي هنا يعني بدات الشكوك بان الزوجه هي المتهمه، هي والاخ ديالها. من البوليس واجه نسرين بهاد الادله كامله بدات تدخل وتخرج في الهضره، وحاولوا يضغطوا عليها لكن السيده مبغاش تعترف وديما كانت تتنكر. هنا غادي يمشيو عند الاخ ديالها غادي يحققوا معاه، وهنا غادي يديروا ليه واحد الخطه اللي غادي تطيحوا في الفخ. جبدوا ليه داك الخاتم اللي كانوا لقاوه في مسرح الجريمه، وقال لهم هذا الخاتم راه قالت لينا اختك بانه ديالك. قال لهم فعلا هذا الخاتم كنت نقلب عليه شحال هذا، يمكن لا طاح ليا في الكنازه، داكشي علاش لقيته عند الاخت ديالي. وهنا كان تيتفتف وما عرف اش يدير، حيت فاش شاف الخاتم صافي بدا تيتلون. صافي البوليس تاكدوا بانه عنده يد في الجريمه، وبداو تيقيسوا لي داك الخاتم على يديه، وفعلا مباشره دخل عنده دخل الخاتم، يعني دخل لي في الصبع ديالو بكل سهوله. وغادي يقولوا ليه بان هذا الخاتم لقيناه في مسرح الجريمه، لقيناه تحت يعني تحت الناموسيه اللي تلقى فيها نسيبك وديك السيد. هنا محمد صافي بدا يتفتف وما لقى ما يقول، صافي لقى راسو يعني صافي كلشي بان. البوليس هنا غادي يقولوا لي غير اعترف، راه الاخت ديالك راه اعترفت لينا بكلشي. صافي السيد ما لقى راسو فين غادي يهرب، وفعلا اعترف لهم بانه هو اللي صفاها نسيبو وديك السيده مع واحد السيد صاحبه. قال لهم واحد النهار جات عندي اختي قالت لي رانا تنشك في الزوج ديالي انه تيهضر مع عيالات، وفعلا رانا حصلته، لكن من بعد قال لي صافي ما بقيتش نعاود. لكن نسرين كانت تتبع رجلها، كانت تمشي موراه، وشافته بانه تيكري الديور وانه تيدخل البنات اشكال وانواع، يعني تقريبا بحال 3 مرات في الاسبوع ولا 2 مرات في الاسبوع تيكري واحد الدار وديما تدخل عنده بنت اشكال وانواع. هنا نسرين صافي حقدت على الزوج ديالها وقررت انها غادي تنتقم منه. ومني مشات عند خوها قالت ليه اش كاين وشكي، لقات خوها حتى هو ماشي من العاكزين، قال لها انا تنعرف واحد السيد راه يمكن نشريوها بالفلوس، هو اللي يمكن ينفذ لنا هاد الجريمه. وفعلا داكشي اللي كان داروا واحد الخطه. محمد عرف الدار اللي تيمشي ليها، يعني محامي عزيز كان تيمشي لنفس الدار، فغادي يكريها من عند السيد. واحد النهار يعني محمد خو نسرين كرا ديك الدار من عند داك السيد اللي تيكريها، وفعلا خدا الساروت ومشى خرج على الساروت. صافي بقى حاضي نسيبو، وتا هو ما تعطلش مشى لداك الدار وكانت معاه هذيك الضحيه اللي كانت معاه. وفعلا غادي يدخل مع داك السيد اللي كان متفق معاه غادي يعطيه 3 المليون. هذيك هي 3 المليون يعني اللي تيرات نسرين من البنكه، ومشاو دخلوا عليهم ولقاوهم يعني في وضعيه اللي هي حميميه. في العوض ما انها تمشي تجيب ليه البوليس ودير الخيانه الزوجيه وتفضحوا، مشات للطريق اللي ما فهمتش، يعني هي طبيبه ويعني شي حاجه اللي ما مفهوماش. وديك الساعه محمد يعني تكلف بنسيبو هو اللي صفاها ليه، والسيد الاخر صفاها للسيده الاخرى. لقيتها يعني قال لهم يمكن تندبز معاه، يمكن في الوقيته فاش كانت تيدبز معاه هي فاش تحيد لي وتسلت لي الخاتم من الصبع ديالو. سبحان الله كما تنقولوا، يعني الروح عزيزه عند الله، ضروري تكون واحد تتكون واحد النقطه اللي تتادي يعني المجرم.
كاين الخاتم وكاين الصاك اللي ما شافوش، حيت كون شافوا الصاك يهزوه حيت فيه البطاقة الوطنية. فهنا من بعد الاعتراف ديال محمد اعترفت كذلك نسرين بما نسب إليها، وداوهم يعني للشقة سجلوا مسرح الجريمة. وهنا غادي يتحكم على محمد والشخص اللي كان معاه بالمؤبد، وغادي يتحكم على نسرين 15 سنة. وصلنا لنهاية القصة اللي وصلت لهنا. يخلي لي واحد لايك وواحد تعليق. السلام عليكم.